واش عمرك سولتي راسك علاش الحرب والتوترات العسكريه بين القوى الكبار بحال امريكا واسرائيل وايران تقدر تخرج لنا واحد الوحش ديال الطاقه قديم واللي كنا كنظنوا بلي العالم سد عليه الباب شحال هادي؟ القصه اليوم ماشي غير في المدافع والصواريخ، القصه كبيره ومخبعه وسط براميل النفط، انابيب الغاز وحتى مناجم الفحم اللي رجعت كتحرق الاسعار في السوق الدوليه. تخيل معايا ملي كيشعل الفتيل في الشرق الاوسط، اول حاجه كتوقع هي الزلزال في بورصات الطاقه. النفط اليوم ما بقاش غير ماده اللي كتحرك المحركات، وانما ولات سلاح جيوسياسي حقيقي خلى الاثمنه تضرب السماء وتوصل لقرابه 120 دولار للبرميل. السبب بكل بساطه هو الخوف من تعثر الامدادات في واحد من اخطر واهم ممرات الطاقه في العالم. لكن المفاجاه الكبيره كانت في الذهب الاسود القديم اللي هو الفحم بطبيعه الحال، الوقت اللي العالم كامل كيهضر فيه على الانتقال الطاقي والطاقه الخضراء. هذه التوترات العسكريه رجعت الفحم للواجهه وبقوه. اسعار الفحم قفزت لاعلى مستويات لها، وعقود فحم نيوكاسل زاد كذلك ب 9.3% باش توصل ل 150 دولار للطن. هذا الشيء وقع حيث المستوردين ما بقاش عندهم خيار. ملي كتصعب القضيه في الغاز والنفط كيرجع الفحم هو المنقذ السريع باش الضوء ما يطفاش على المصانع وعلى الديور. وقضيه الغاز حتى هي قصه بوحدها، ملي توقف انتاج الغاز المسال في دوله محوريه بحال قطر بسبب القوى القاهره والتوترات العسكريه، فراه النتائج كانت فوريه وصادمه. الغاز في اوروبا قفز ل 30%، وفي اسيا الاسعار تزاد وارتفعت غير في سيمانه واحده. هذا الارتباك خلى دول بعيده على الصراع بحال تايوان تبدا تفكر جديا وتدرس زياده تشغيل محطات الفحم باش انها تضمن الامن ديالها الطاقي. الخلاصه اللي خصنا نفهموها كاملين هي ان السياده الطاقيه اليوم ولات هي العمود الفقري لاي دوله. تصعيد في الشرق الاوسط كيعيد رسم خريطه اسواق الطاقه كامله، وكيبين لنا بلي العالم مازال مرتبط بخيط رقيق بزاف مع الاستقرار الجيوسياسي. ملي كيغلى النفط وكيتعطل الغاز كيرجع الفحم مؤقتا للواجهه باش انه يضمن استمراريه الحياه. ولكن السؤال الحقيقي، واش العالم غادي يبقى رهين لهذه التقلبات؟ في النظر ديالكم واش الفحم غادي يكون غير حل مؤقت للازمه، او لا ان العالم غادي يعتمد عليه لفتره اطول باش انه يضمن الامن الطاقي ديالو؟ خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش القاعده الثلاثيه جيم كومونتير بارطاج باش الفيديو انتشر على اوسع نطاق. وتحياتي للجميع.